هي فسحة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استمتعوا بهذه العروض الفنية بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي. عجبنا هذا المسرح وحبينا نعاودوا نجو ان شاء الله لهنايا باش نشوفوا وقت اخرين جداد. انا ما الاولى جيت هنا وعجبني المسرح وانا فرحان بزاف. نحن ممتنين لهذه المبادرة يعني جيدة، وهذه ثقافة يعني باش نوعيو أطفالنا ونوعيو الشباب هذايا الحاضر اللي راهو جاي تاع المستقبل واش معناتها التراث. الفسحة مناسبة أيضا لتوجيه هذه الفئة نحو تعلم شعب الفنون حسب ميولاتهم ومواهبهم. المسرح يهدف أيضا إلى تهذيب سلوكيات الأفراد الأولاد خاصة والناشئة، وإلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى أنه يساعدهم على تجاوز العديد من الاضطرابات كاضطرابات النطق مثلا، وبالتالي فهو يحفزهم على العمل أكثر والاجتهاد. من بين استراتيجية قطاع التضامن الوطني للتكفل بالفئات التابعة للقطاع وخاصة الأطفال التابعين للمؤسسات المتخصصة وكذلك ذوي الهمم هو اكتشاف إبداعاتهم، مؤهلاتهم وقدراتهم في جميع الجوانب ومنها الثقافية. فئة الهمم العالية والمواهب العديدة حق لها الثناء والتكريم في كل المناسبات.